ازيكم يا ابطال عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا انا حابب اعرفكم ان احنا هنكمل القصه ديت زي ما احنا كمان في نفس الوقت هنعمل قصه امبراطور الثروه والاشباح لحد ما نخلص القصتين كلهم. فما تنساش يا صديقي تدعمنا باللايك علشان نكمل في الحكايه. والنهارده معانا الحلقه الاسطوريه ال 24 من قصتنا سيد الاشباح. فما تنساش يا صديقي تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ويلا بينا نبدا الحلقه الجديده. في العالم السفلي الخاين بيظهر فجاه وكل الحراس بينزلوا على ركابهم قدام طفله صغيره وينادوها مانجبو. الجنرال كينج يضحك بسخرية ويقول لها إن العالم السفلي متقسم من زمان وإن الكيانات القديمة زيها خلاص قربت تختفي وإن الحاكم كوانج بس هو اللي ليه حق الحكم ويطلب منها إنها تستسلم. لكن مانجبو تغضب فورا وترد عليه بكل ثقة إنها لسه في عز قوتها. وفجأة بتطلب شوربة والوعاء بيظهر فوق راسها وفي نفس اللحظة الجنرال بيتجمد في مكانه ومش قادر يتحرك ولا حتى يقاوم. يبص ليها بصدمة ويسألها عملتي إيه، لكن ما كانش في فايدة. تشربوا الشوربة بنفسها وهو بيهددها ان ملك الاشباح مش هيسيبها. لكن قبل ما يكمل يفقد الوعي وبهدوء تام مانجبو تأمر الحراس ياخدوه لجسر الناب ويتحول لخنزير. وفي نفس الوقت لين بيجري ناحية بوابة الخروج لكن الحراس بيلاحظوا ويصرخوا دوت الروح الشريرة. وشيو يحس بحاجة غريبة في لين ويقرر يطارده بنفسه وفجأة يختفي ويظهر فوق لين مباشرة ويضربه بالسيف. لكن لين يلحق ويصد الضربة في آخر لحظة وقوة الصدمة ترمي لين لورا ويفهم فورا انه اضعف بكتير والنظام يظهر رسالة البوابة هتقفل خلال 5 دقايق. شيو يبص ليه بشك ويقول له ان طاقته مش شبه اهل العالم السفلي ويسأله هو انت ايه بالظبط. ولكن فجأة ارواح متبقية تهجم على شياو وهو بيندهش ازاي بيساعدوا لين ولين يستغل الفرصة ويجري ناحية البوابة ومفيش وقت يضيعه. لكن قبل ما يهرب بلحظات شياو ركله في وشه ورجعه لورا ويدرك ان لين بيحاول يهرب الارواح معاه ويسميه شجاع. ولين يكح دمه والبوابة قدامه بخطوات قليلة ولكن برضه مش قادر يوصل. شياو يقفز عليه بكل قوته ويحاول يقطع راسه وفجأة إعصار ضخم يظهر بينهم. الضغط بيرجع شياو لورا ولين يتفاجأ وتونج خرجت من الإعصار. النظام يعلن ان دماغ شظية الروح تم بنجاح وروح الشبح تونج رجعت. ولين ينادي باسمها بفرحة وهي ترد بابتسامة انا رجعت. وشياو يطلق طاقة مرعبة ويقول انه مثير للاهتمام يقابل حد لمس قوانين القوة لكن علشان كده مستحيل يسيبهم يهربوا. يوجه سلاحه عليهم وتونج تعمل سيف من دمها وتصرخ انها مش هتخليه يأذي اخوها لينفينجا. والنظام بيظهر تاني بوابة هتقفل خلال دقايق وفي الخارج الكل مستنيه بقلق ولين لسه مرجعش. وبنرجع جوه تونج وشياو بيتصادموا وقوة بقوة ومفيش حد متفوق. لكن فجأة لين يتصدم البوابة بدأت تتقفل وشياو يبدأ يتفوق على تونج تدريجيا. وقبل ما يضربها لين يربطها بحبل ويسحبها ناحية البوابة. لازم نهرب دلوقتي. وفي آخر لحظة يخرجوا فعلا وكل يفرح ويجري يحضن تونج. وفجأة تونج تسمع صوت طفل بينادي ماما وتلف تلاقي روح صغيرة لطيفة حاضنة لين وتسأل باستغراب هو أخويا بقى ورامبل يجري عليها وهو بيعيط ويناديها بابا. وتونج بتضحك وتشيله ولين يضحك. العيلة ديت معقدة شوية. وبعد شوية وهم راجعين لين يقول إن سيد المدينة هيرجع قريب ويكشف إن قابل روحها الحقيقية في العالم السفلي واسمها شوانجا. وفي القصر تشكره على المجهود وتديله رمز كمكافأة ويخليه يرجع بسرعة لمدينة الأشباح. ولين يفهم إن معاناتها زمان حولتها من شخص ضعيف لحاكمة قوية. وفي الليل يوصل لهاين ولين بيجهز مفاجأة لتونجا ويشيل العصابة من على عينيها وتنصدم من الفرحة. مدينة ملاهي كاملة علشانها والكل يرحب بيها ورامبل يديها غزل بنات ويقعدوا يلعبوا ويضحكوا. وتونجا وهي فاكرة جدها تحس إنها أخيرا عاشت اللحظة اللي كانت بتحلم بيها. لكن بنروح بعيد عنهم وروح مائية بتظهر وتبص ناحيتهم في صمت. وتاني يوم في خط الدفاع الشرقي واحد من سادة الأشباح يقول إن في اضطراب كبير في كهف ال10,000 وإن أغلب القوات اتنقلت هناك وعلى بعد أكتر من 100 كيلو شرق البحر. المنطقة كانت هادية وأرواح البحر نادرا بتوصل هناك فما فيش حد كان متوقع أي خطر. لكن فجأة الصوت بيقلب صريخ ومد أشباح والأوامر تطلع بسرعة استعدوا للقتال واطلبوا دعم فورا. واحد منهم يسأل بدهشة يعني إيه مد أشباح، لكن الإجابة تيجي قدام عينيه. مئات الأشباح بتجري ناحية المدينة وخلفهم وحوش بحرية ضخمة بتطاردهم ودوت شبح مائي عملاق. الوضع واضح المد كله متساق بسببه. القائد يصرخ بلغوا المدينة فورا وانسحبوا. بعد شوية في مدينة بينج تشانجا الخط الدفاعي الأول اتدمر بالكامل والشبح العملاق بدأ يدمر كل حاجة في طريقه. وقبل ما حد يستوعب وصل للمدينة الرئيسية. وفي اللحظة ديت الأخت روي تتواصل مع لين وتقول له إنهم محتاجين دعم فورا. ولين يرد من غير تردد جاي حالا. وروي تعلن للجميع هي والسيدة هي هيهاجموا والباقي يمنعوا الوحوش من الاقتراب. وكبار سادة الأشباح يفتحوا مجالاتهم ويقفوا قدام الوحش. هنعيش ونموت مع بينج تشينجا. وفجأة من جوه جسم الوحش أرواح تشبه البشر تظهر
وتصرخ انضموا لينا وابقوا جزء مننا. في نفس الوقت لين يوصل ويبص على الوحش ويسأل جونج في حاجة غريبة في مستوى كابوس، وجونج ترد بهدوء مش واضح بس احساسي مش مطمني مش زي مستوى الهوية العادي. وفجأة الوحش يبدأ يسحب سادة الأشباح ناحيته وروي تصرخ بيسحبنا جوه. وفي نفس اللحظة الوحش يهاجم أهل المدينة والناس تجري في رعب، ولكن قبل ما الضربة توصل جونج توقفها جسمها مرسوم. كبير المدينة يتصدم من المشهد وروي تقول بفرحة لينفينج وصل، ولكن الكبير يحذرها الشبح مش طبيعي، ممكن يكون أقوى من مستوى الهوية، وحتى مع وجود لين المعركة مش سهلة. وجونج تشرح بسرعة هو في المستوى الثالث من الهوية بس بيدمج أي روح أو أي إنسان جواه، وكل ما يدمج أكتر يقوى أكتر. لين يفهم فورا عايز يدمج كل سكان بينج تشينجا علشان يرجع لمستوى الكابوس بالكامل. وفجأة الوحش يغير اتجاهه ويرجع ناحية البحر، وجونج تستوعب هو خاف لأنه حاسس إن من مستوى كابوس. ولين يصرخ امسكوه بسرعة ولو دخل البحر هنفقده، وجونج تهاجم فورا وتوقفه، والملكة يو تضرب بطائر الفينيكس، ولين يأمر يقفلوا عليه من الأربع اتجاهات. وتونج تفتح مجالة وتقول بسخرية رايح فين، وبصوت هادئ تضيف هو خايف. ولين يفكر يمكن بسبب وعي البشر اللي اندمجوا فيه. والوحش يقف فجأة وكبير المدينة يلاحظ مش بيهاجم بس جسمه بيرتعش، واضح ان الخوف مسيطر عليه. والسيد هي يحاول يقيس قوة وينصدم، الطاقة أعلى من أي مرة. والكبير يسأل روي روح لين رجعت بالكامل، وروي تتوتر هو ما قالش بس شكلها كده فعلا. وباقي السادة يتصدموا ازاي لسه صغير. لكن المفاجأة الأكبر في وجود طاقة تانية حوالين البحر من الشمال الجنوب وحتى الشرق. وفجأة يتأكد الوحش محاصر بالكامل، واللي محاصرينه كلهم مستوى كابوس، يعني لين عنده 4 أرواح كاملين. وفي اللحظة ديت الوحش يتكلم، أنا عارفك وعايز أتكلم. ولين يتفاجأ ويبص لجونج هي تشرح مستوى الهوية المفروض ما يبقاش عنده وعي، بس هو دمج ناس كتير جواه علشان كده هو بقى فاهم، كل ما يدمج أكتر يبقى أخطر أكتر. ولين يبص ليه بتركيز ويقول له عايز تقول إيه؟ الوحش يرد بهدوء نعمل صفقة. لين يرفض المصافقة من غير تفكير، وطالما تعرفني يبقى عارف إن عمري ما بسيب الخطر يرجع أقوى. وبأمر واحد يبدأ الهجوم. الشبح المائي يصرخ ويكون تنانين مائية ضخمة وتندفع ناحية لين بكل قوتها، لكن الملكة يو تونج وأسونا يردوا فورا ويضربوا التنانين ويدمروها بالكامل. ولين يصرخ جونج اقفليه. وفي نفس اللحظة الجميع يلاحظ حاجة غريبة، جسم الشبح بدأ يصغر ورو تبص بدهشة، ديت قوة لين فينج حقيقية. وجونج تشرح طاقته خلصت وما بقاش غير مجرد بركة صغيرة، وبسرعة تمتص البركة. ولين يبتسم كده هو جه مصدر قوة جديد. وجونج تاخد مهارة إشعاع الهوية تدمجها مع تحولها، وتونج والملكة يو كمان ياخدوا مهارات تزود قوتهم. ولكن المفاجأة سيد الأرواح يستجرد كل الأرواح الإنثوية اللي كانت مدموجة جوه البركة، ورو توصل وتقول إنها محتاجة حاجة من الشبح. ولين يوافق فورا، وبعدها حاكم مدينة بينج تشينج بنفسه يجي ويشكر لين على إنقاذه الملايين. ولكن لين يرد ببساطة موضوع بسيط ويسأله لو محتاج أي حاجة من البقايا. الجميع ينبهر بعقل لين فينج وطريقته. في الليل داخل فيلة روي لين يتفاجئ إنها بتطبخ، وهي تضحك وتقول له إنها اتعلمت شوية حيل زمان علشان الظروف. ولين يديها رمز الشبح من مستوى الهوية كهدية، وانتي محتاجاه أكتر مني. وروي تحمر خجلا ويقول لها الليلة سوا. والصبح لين يمشي وروي تقول له يرجع تاني وإنها هتحضر ليه حاجة أحسن المرة الجاية. ولين يوافق وبس في دماغه حاجة تانية خالص، النظام يظهر مهمة جديدة استرجاع روح تشينهاوا عن طريق إيجاد الباحث الشبح في الغابة. ولين يدي تونج جواب ويخليها تتنكر كروح توصيل، والمهمة عندك. وتونج تتحمس وسيبها عليا. ورامبل يصرخ بفخر بابا هي الأفضل. وبعد شوية في الغابة الشمالية يلاقوا الباحث الشبح قاعد بيشرب، وتونج تديله الجواب بس يرفض ياخده. ولين يفهم فورا عايز نبيذ أشباح. ولين يفتح بوابة ويطلع عملات أشباح وحركة اتعلمها قبل كده. الباحث يقبل ويبدأ يغني وهو بيكتب. النظام يعلن المهمة الأولى تمت، المهمة الثانية البحث عن أشباح الزفاف. ولين يبص على العقد ويتفاجأ اسمه مع اسم شينهاوا يعني زواج. وفجأة تونج تحس بحد جاي وتظهر الجدة فراشة وتقول إنها حست بيهم من بعيد وتسألهم بيعملوا هنا. ولين يشرح ويسألها عن أشباح الزفاف، وهي تقول إنها شافتهم وهم بيتسحبوا لعشهم، بتعرض عليه يروحوا ينظفوا المكان. ولين يبتسم أكيد. وفي الطريق الجدة تقول إن معظم الحشرات الشبحية هربت للجبل الكبير ودوت غالبا عشهم. ويدخل الكهف والجدة تلاحظ هنا قدراتهم على الاختباء أقوى. ولين يقول للتونج دور عليهم، وتونج تفتح عينيها الشبحية قدامنا. ولين يلاحظ إن لونهم بيختفي وسط المكان وهم ماكرين أصلا، ويستدعي لينج ويأمرها تستخدم مظلة الأشباح، والمظلة تهاجم وتقضي على الحشرات بسرعة. ولين يوقفها ويسيب شوية يقودونا ويتبعوهم لحد ما يوصلوا المشهد صادم، شرنقة متعلقة في السقف ومن جواها صراخ. واحد من الحشرات كانت هتاكل طفلة صغيرة، ولكن في لحظة لين يظهر ويسحقهم فورا، وتونج تنقذ الطفلة وباقي الناس يبدأوا يصرخوا. وبعد ما لين ينقذ كل الناس يقول لهم يقعدوا مؤقتا في معهد الراهبات، وهو هيرجع ياخدهم بعد ما يخلص كل حاجة.
حاجة الناس تشكره بامتنان لولا كنا تحولنا لوحوش. لكن الطفلة الصغيرة لسه بتعيط. تونج تقرب منها وتسألها مالك. الطفلة ترد وهي منهارة أخويا اختفى، الحشرات خدته معانا من القرية. الجدة تبص على الشرنقة وديت ناس اتصابوا بسم الأشباح، وفجأة الحشرات تبدأ تطلع من جواهم، ولين يجز على أسنانه ديت بتتطفل على البشر وتحولهم لوحوش. وفجأة واحد من الوحوش يهاجم ولين يصد الضربة فورا، والطفلة تصرخ دوت أخويا. الوحش يتألم ويمسك راسه ويقتلني مش قادر أتحكم. ولين يفهم الوضع فورا ويقول لتونج احمي البنت وخلص على الباقي. كل أرواح لينفينج تبدأ القتال، ولين يواجه أخو الطفلة بنفسه، والشاب يصرخ خلصني بسرعة ولين ينهيه، والطفلة تجري عليه وتمسك ايديه وهي بتعيط، وهو يبتسم بصعوبة الحمد لله انت بخير، ويموت في ساعتها. والجدة تقول بهدوء خلصنا عليهم وتكمل عمق الكهف هو مصدرهم. ولين يقرر فورا هنقضي على الأصل نهائيا، ويمشوا شوية ولين يلاحظ ريحة زهور خفيفة، والنهاية كانت قربت، ويوصل لمكان واسع ولين يلاقي أشباح الزفاف معلقين في شبكة ضخمة، وفجأة تظهر ملكة الحشرات. وسمعت انكم قتلتم أطفالي، والنظام يعلن مستوى كابوس المرحلة الأولى. ولين يسأل ببرود انت السبب في كل دوت، وهي تبتسم دولت أطفالي الجميلين، وتبص ليه تعالى بقى واحد منهم أو تبقى أكلي. ولين يفكر بهدوء مجرد تدريب، والملكة تؤمر بالهجوم، وأسراب فراشات سامة تندفع نحوه، والجدة تحذره السم دوت بيدمر الروح. ولين يستدعى الملكة يو النار تشتعل وتحرق كل الحشرات، والملكة تغضب ازاي تقتلوا أطفالي، وتونج تتقدم سيبوها ليا وتندفع نحو الملكة. ولكن فجأة الملكة تضرب بسم قاتل، ولين يصرخ خلي بالك، والهجوم مستمر لكن تونج ترد بإعصار ناري وتصد كل الضربات. وفجأة تتحول النظام يعلن تحول المستوى الثالث، القوة بتزيد مع كل هجوم لمدة 3 دقايق، وتونج تضرب ضربة قوتها تتضاعف، وضربة تانية وأقوى، ومع كل هجوم قوتها بتزيد أكتر، والملكة تبدأ تتوتر انت عملت ايه، لكن النهاية تيجي بسرعة وضربة واحدة تقسم لنصين، ويظهر إشعار ان نظام القوة زادت 5 مرات. المعركة انتهت و28 ألف خبرة، وتونج ترجع للين بحماس ايه رأيك؟ ولين يضحك جامد ورامبل يصرخ بابا قوي، والجدة تبص عليه وتفكر ان قوته بتكبر بسرعة مرعبة. ولين يحرر أشباح الزفاف ويقرر يحبسهم مؤقتا في المعبد، وبعد شوية النظام يعلن المهمة التانية تمت، والمهمة التالتة إعادة بناء مكان شينهاوا. ولين ينجح ويكسب تقدم جديد، ويفكر فريق بناء طلع مفيد. والمهمة الرابعة تظهر تسليم عقد الزواج لبدء المراسم. ولين يدي العقد وفجأة الزفاف يبدأ، والكاهن الشبح ينادي العروسة تتفضل. ولين ياخد ايدين شينهاوا يمشوا سوا ويوصلوا لباب البيت وينزلوا من المحفى، ولين يدخل وهو ماسك ايديها، والزفاف يبدأ بجد، والكاهن يعلن الوقت المناسب جه، والعروسين يتقدموا لتحية السماء والأرض، والمراسم تكتمل خطوة بخطوة لحد ما الكاهن يقول تمت المراسم، واتحاد سعيد بين الروحين، وبعدها ينتقلوا لغرفة الزفاف، وجوه الغرفة النظام يعلن المهمة الرابعة اكتملت. ولين يبص لشينهاوا ويلاحظ انها اجمل من قبل كده، وهي ترفع الغطاء عن وشها للمرة التانية ويشربوا مع بعض. ولين يفكر لو باقي الخطوات التقليدية علشان المهمة تكتمل، وبعدين الليل يعدي وهم يقضوا وقتهم سوا. تاني يوم لين يحس ان جسمها بقى ادفى بس لسه مختلف، ويفكر هل كده رجع بالكامل. وبعد شوية النظام يأكد المهمة نجحت، وشينهاوا رجع بمستوى الكابوس، وشينهاوا تصحى ولين يصحى يا زوجي، والنظام يشرح قدرتها الجديدة 3000 فانوس تستدعي فوانيس كتير، واي عدو ينورها حركته تبطأ. ولين يفرح ان الاستعدادات نجحت، وشينهاوا تبتسم روح غير هدومك هحضر الفطار، ويقربوا من بعض لكن فجأة الباب يتفتح، وتونج داخلة وهي بتعيط رامبل مش راضي ياكل، وشينهاوا تهدي وما تقلقش نحلها، ويروحوا له تونج تقول له كل لقمة واحدة بس، ولين يضحك دوت تنين مش هياكل اكل عادي، وبعدها يقعدوا كلهم على السفرة وياكلوا من اكل شينهاوا. وبعد شوية لين يقول شينهاوا في ناس بتسافر بعد الجواز تحب تروحي فين، وهي ترد بهدوء عايزة اشوف المكان اللي اتولدت فيه. تقتربوا ويستخدموا الانتقال، لكن لين يرفض ونمشي ونشوف الطريق سوا، ويوصلوا لحي فقير في ليانجا، ولين يوريها المكان القديم اللي عاش فيه مع جده وتونجا. وفجأة واحد يمسك رجليه كنت عارف انك مش هتنساني، ولين يتصدم انت مين؟ انا عمود الخيزراني. يفكر بايام زمان، ولين يفتكر علشان كده رفيع زي العصايه، لكن دلوقتي شكله مختلف وهو بيضحك كله بفضلك، وبيقول له انه بقى مدير قاعه تذكاريه باسم لين، وبيجمع نقاط كل يوم ومش محتاج يقلق على الاكل. ولين يتصدم قاعده تذكاريه، ويروحوا يشوفوها ويسمعوا انهم عملوها تكريما لانجازاته. وشينهاوا تبص للتمثال وتسال انت كنت كده، ولين يرد بسرعه طبعا لا. وفجاه ولد صغير يجري عليه ويقول له وحشتني، وياخده ويقول له انه عايز يزور المدرسه، وفي المدرسه المدرسين يستقبلوه بحفاوه وموهبه عظيمه، ولين يفكر بسخريه ما كنتش كده زمان، ويقدموا له الطلاب ويطلبوا منه نصايح. ولد صغير يتحمس هبقى زيك. وبعد شويه لين يروح قبر جده وتونج ويقول لهم وحشتوني، وهو بيسترجع الذكريات، وشينهاوا تلاحظ حزنه، وتونج تحس بحاجه غير مألوفه، والاحساس دوت مألوف. وفجاه رمز حاكم المدينه يلمع، ولين يفهم في استدعاء ويقول لشينهاوا وتونج يلا، ويوعدهم يرجعوا تاني. تحول
يتحول ويستخدم الرمز ويرجع لمدينة الأشباح، وهناك الحاكمة تقول له محتاجة مساعدتك في شبح مستوى كابوس، ولين يسأل عن مواصفاته، ترد ساعة وفي رجلها حبل أحمر قوية جدا ومستخبية، وتسأله لو موافق، والنظام يعلن مهمة ترابط جديدة استرجع الساعة مكافأة 15 نقطة ترابط، وشبح الساعة ظهر أخيرا ولين يوافق فورا على المهمة وهتحرك دلوقتي، وفي دماغه فكرة واضحة الشبح دوت غالبا الجدة فراشة، يعني نقطة سهلة. وبعد شوية يلين يقول لشينهوا إن الجدة بعتته ليه وهي عايزة تقابله وتسأله هو فين، ولين يرد قريب من مدينة الأشباح، والجدة تقول له تمام بس تعالى معايا الأول لحدود الغربية في حاجة جديدة، وبعد وقت يوصلوا لهضبة الحدود الغربية، ولين يلاحظ ناس على الأرض فيسأل، الجدة تشرح دولت سادة أشباح من الغرب وجاي أخدهم معايا، وراجل ينزل على ركبته، الجدة تسأله انتوا مين وجايين ليه؟ يرد بصوت مرعب كنا متربيين تحت سيطرة كائنات اسمها الحراس، لكن فجأة بدأوا يقتلوا سادة الأشباح، ويكمل أطلقوا الأرواح اللي ربوه بقوا جيش ضخم، هربنا بالعافية وجينا للشرق، لكن وهو بيهرب شاف الكارثة، جيش الحراس سيطر على المناطق الوسطى ودلوقتي جايين ناحيتكم، ولين والجدة يتصدموا الحرب جاية، ولين يسأل قوتهم قد ايه؟ يرد مش عارف بالظبط بس تحت القادة في 72 كيان قوي ومعظمهم مستوى الكابوس، الجدة تفكر واضح انها بدأت تتحرك للشرق، ولين يحلل ممكن تكون بتتخلص من اي تهديد او دي الخطوة الأخيرة علشان تتحكم في القوانين، وهو عارف التحكم في القوانين بيساوي قوة شبه مطلقة، ولين يبص للجدة نروح ونشوفهم بنفسنا، وهي توافق فورا، وفي الطريق جدة تسأله عن حاكمة مدينة الأشباح، ولين يقول إن في طلب منها بس الأول نشوف الموضوع دوت، بعد مشي طويل الجدة تقول وصلنا، والمنظر قدامهم كان صادم، جيش ضخم مليان أرواح قوية، ولين يركز ده هرم أشباح، وطريقة التقدم تسحق أي حاجة في طريقها، وأضعف مستوى فيك قريب من الإس، وبعدها مستويات الهوية بكل درجاته، والجدة تشير للأعلى القلب هناك دوت المكان القائد، ولين يستدعى جونج يلا نشوف من جوه، ويدخلوا ويشوفوا الشكل الحقيقي ديت القائدة، وجونج تلاحظ حاجة غريبة شبح بس معاها صولجان ذهبي وقناع ومستواه مش واضح، ولين يسأل الجدة شايفة حاجة ترد لازم نجرب، وفجأة الهجوم يبدأ والجدة تضرب وجونج معاها، ولكن يظهر اتنين فجأة كيانين من مستوى كابوس بار ورايز وقفوا يحموها، والقائدة ترد بضربة واحدة وترجع الجدة لورا، والجدة تفهم الهرم دوت بيديها قوة كل اللي فيه، ولين يصرخ هجوم كامل وارواحه كلهم تدخل القتال، ويقول لشينهوا استعد للانسحاب، وتونج والملكة يهجموا على بار ورايز، وتونج تضرب لكن بار يصد بسهولة، ورايز يهاجم من الجنب ويرجعها لورا، وفي نفس الوقت القائدة تضرب بالجميع مرة واحدة، والجدة تصرح ده اتحكمت في القوانين، وجونج والملكة يوقعوا بيحاولوا يصدوا بصعوبة، ولين يقرر فورا الانسحاب، واول ما يرجعوا يقول لشينهوا هروبي، والقائدة تضرب وراهم وتدمر الجبل بالكامل، لكن ينجحوا في الهروب، ولين يلاحظ هي ملحقتناش، والجدة تفهم واضح انها مركزة تكمل تقدمها بالهرم، وتكمل بالسرعة ديت هتوصل للشرق خلال شهرين، ولكن في امل سيطرتها على القوانين اضعف مني، لكن شهرين بس قبل ما توصل الجدة تكمل، هي بتفهم القوانين بسرعة بس الوقت مش كفاية علشان توصل للمرحلة الثالثة من الكابوس، ولين يفكر بسرعة لو اتحدنا مع حاكمة مدينة الاشباح ممكن نوقفهم، والجدة تبص له بنظرة شك مش متأكدة انها توافق، وفجأة تطلع غباء خدتها منها واضح انها سلاح مهم، ولين يفهم فورا دي الحاجة اللي الحاكمة كانت عايزاها، ويبص لها بثقة ممكن تديني العباءة انا اقدر اسيطر عليها، والجدة تتصدم تقصد تخليها روحك، ولين يرد بهدوء ومن غير تردد تسلمه العباءة، ولين يتفاجئ بثقتها وهي تكمل قبل ما العدو يوصل الشرق، لازم تكسبها لصفك، لين يحمر شوية هعملها، والجدة تودعها احاول اطور قوتي ونتقابل بعد شهر في الشرق واقف علينا، وبعد شوية لين يرجع لمدينة الاشباح، والحاكمة تبص له في حاجة، ولين يطلع العباءة رجعتها، وهي تتصدم ديت بتاعتي، تحضنها بفرحة وتقول شكرا، والنظام يعلن المهمة تمت ونقاط الترابط زادت 15، والحاكمة تقرب منه وتقول له شاطر، وتسأله اديك مهمة تانية، ولين يرد فورا قوليلي، وهي تشرح في شبح بيتغير شكله كل يوم، مرة راجل ومرة ست، بيختفي في الهوية وتديله شعره، ديت هتساعدك تلاقيه، لكن حتى الشعر بيتغير، النظام يعلن مهمة جديدة لإمساك بالشبح المتحول، والمكافأة 20 نقطة ترابط، ولين يحط الشعر في ظرف ويديه لتونجا، والمهمة ديت عليكي، تونج تلمس الظرف وتبتسم لقيته، وتنطلق بسرعة، وشينهوا تسأله مش هتروح وراها، ولين يرد ما تقلقيش شايفها، ويبص على الخريطة ويلاحظ حاجة غريبة رايحة المدينة الجنوبية، وشينهوا تتفاجئ مش ديت اعلنت استقلالها، ولين يفكر لو هنواجه الحرب محتاجين ناس اكتر، وبعد شوية يوصلوا المدينة، ولين يقول للجونج بلاش نلفت الانتباه، ويقول للتونج خلي بالك، توصل للقصر ولين يتصدم الشبح مستخبي هنا، ويخلي تونج تشارك الرؤية، ويشوف الحاكم وين وبيتكلم مع كيان غامض، كيان يقول له ما تنساش مين خلاك حاكم، ويهدده وبعدين يختفي، ولين يفهم الوضع هنا مش بسيط، تونج تندفع جوه القصر، وين يتفاجئ ايه دوت بيستدعي ارواحه للهجوم، ولكن تونج تطلع الخطاب وتطلق طاقة مستوى الكابوس، وين يتجمد مكانه، وتونج تقرب من احد الارواح وتديله الخطاب، ولين يفهم
يفهم فورا هو دوت الشبح المتحول. وين يصرخ على روحه لانه بيهرب، ولكن قبل ما ينجح رامبل يقفز عليه ويمسكه. في نفس اللحظه لين وجونج يدخلوا وتونج تضحك جبته. وين مصدوم ايه اللي بيحصل، ولين يرد بهدوء روحك ماتت من زمان ودوت مجرد متحول. يستدعي سيده الراهبات ويحبسه فورا. وين يصرخ بيقول له انت بتعمل ايه، ولين يبص ليه بحده المفروض تسال نفسك مين الكيان اللي كان معاك وايه اللي بيحصل في الجنوب. وين يتكلم بقلق المره ديت الموضوع اخطر بكتير وفي مستوى كابوس حقيقي، ويكشف الحقيقه الصدمه الشكل الغامض اللي كان شايفه دوت هو في الاصل معلم شيندونجا، سيد اشباح من مستوى عالي. والمعلم دوت كان عبقري من هو صغير، لكن عمره ما كان مهتم بالشهره او القوه. كان بيختفي في الجبل وما بيظهرش غير وقت الازمات الكبيره في الجنوب. وين يشرح الجنوب اعلن استقلاله بسبب دعم المعلم من وراه، وقبل 10 سنين المعلم قدر يخترق مستوى جديد، وساعتها روحه الشبحيه وصلت لمستوى الكابوس. لكن بعدها التدريب وقف تماما ومفيش اي تقدم. وفي يوم المعلم سأل نفسه سؤال خطير، هل فعلا هقدر ادمج مع الشبح ولا ديت النهايه؟ ولكن المعلم كان واثق وقال ان النتيجه هتنجح. وبعدها خرجت الامور عن السيطره وطاقه الاشباح انفجرت، وتم ابتلاع المعلم داخل شبح طائر ضخمه. والجميع افتكروا انه مات، لكن فجاه خرج من جوه الشبح حي وقال انه نجح في الاندماج. ووين وضح الحقيقه لين اللي خرج بعد الاندماج مش انسان خالص، ومن وقتها المعلم محتاج ياكل اشباح باستمرار علشان يحافظ على استقراره. وعلشان كده هوت وين كان بيقدم له كل الاشباح اللي بيلاقيها، لكن حتى دوت ما كانش كفايه، ودلوقتي وصل لمرحله اخطر، بدا ياكل بشر احياء. وجونج اتحذر لين لو كمل ممكن يوصل لمستوى كابوس اعلى كمان. وين يترجى لين انه ينقذ الجنوب، ولين يرد بهدوء تمام ويطلب مكانه فورا. وبعد شويه يوصلوا قدام شجره ضخمه جدا، ومن جواه صوت خافت جبت الاكل. وفجاه المعلم يظهر بشكل مرعب وعينه مليانه جوع، والنظام يعلن المرحله الثانيه من تطور الكابوس. وين يبص للين خلاص انت اللي هتخلصنا من دوت. المعلم يبتسم بجوع العبقري لينفينج اكيد هيبقى طعمه مميز. لين بيفكر بسرعه لازم نخلص عليه قبل ما يكتمل، ويصرخ هجوم كامل. كل ارواحه تنطلق دفعه واحده وتونج تتحول وفورا وتندفع. والملكه يو تطلق سهم ناري ضخمه، واسونا تستدعي كيان عملاق. ولكن المعلم يضحك ويمد ايديه فجاه ويبتلع كل هجماتهم، واسونا تتاذى وتسعل دم. ولين يامرها فورا بالانسحاب، لكن المعلم يبتسم اكل لذيذ جدا طاقه كابوس كامله ويكمل لو كل دوت دخل جوايا هكمل التطور فورا. ولين يلاحظ الحياه ومش بس بيقاوم، دوت بيتغذى على الهجمات ويقرر الانسحاب مع التحذير للجده. لكن فجاه المعلم يصرخ مفيش خروج ويغلق المكان بالكامل، وجميع محاصر. وشنهوا تحاول تستخدم مهاره الهروب لكن تفشل لاول مره، وشنهوا تتوتر طاقته بتتسحب. والمعلم يضحك الفضاء هنا تحت قوانيني انا ومفيش حد يقدر يخرج، ويضيف بسخريه دوت بفضل تلميذي هو اللي جاب لي الاكل دوت. وين يرد ببرود ده واجب التلميذ. ولين يتفاجأ هو كان عارف دوت كله، والمعلم يختفي فجأة ويظهر خلف وين ويحبسه داخل طاقة الأشباح، وبدون تردد يمتصه بالكامل ويموت وين في لحظة. والمعلم يلعق شفايفه والمرحلة الأولى خلصت ودلوقتي الدور عليك. والهجوم يبدأ من كل ناحية، ولين يصرخ لو كمل كده هو هننهار. لكن فجأة شنهوا تلتفت لقيت حل وتقول له هو لسه ما اتحكمش بالكامل في الاندماج. مصدر قوة المجال رؤوس الشبح الطائر، ولو قضينا عليها كل حاجة هتنتهي. والمعركة توصل لأخطر نقطة فيها لين بيقرر يغير الخطة فورا ويقول لشنهوا هنستخدم تضخيم تضحية الدم، ويكمل بهدوء انتوا ركزوا أي فرصة تظهر قطاع رؤوسه. وشنهوا ترد عليه فورا وتقول إن مهارتها الجديدة تقدر تضاعف القوة بشكل مرعب ولو اتدعمت بتضحية الدم، ولين يأمرها تستخدمها بدون تردد. وفي نفس اللحظة شين يضحك بصوت عالي ويصرخ ما تحاولوش تقاوموا وتحولوا لأكلي. ولين يفعل تضحية الدم، وفجأة كل الأرواح اللي معاه تتضخم قوتها بشكل ضخم. الجميع يبدأ يهاجم بهجمات مستوى الهوية، ولكن شين مازال بيصمد وبيمتص الضربات واحدة واحدة. وشنهوا تطلق مئات الفوانيس المضيئة داخل المجال، والنظام يوضح أي عدو يتعرض للضوء دوت سرعته وقوته بيقلوا والحلفاء بيزيد قوتهم. لين بيبتسم لأول مرة كويس كده هنشوف أقصى قوة عندنا، ولكن شين يضحك بسخرية ده كل اللي عندك. وفجأة يطلق قوته بالكامل ويعلن استسلامه لقانون الكارثة، وهجوم مرعب ينزل على لين مباشرة. لكن في نفس اللحظة جونج تحصل على تعزيز الضوء وتستخدم جسدها الرسومي لمحمايته. وشين يضحك أكتر كل ما الكارثة تكبر قوتي بتزيد أكتر ونشوف لإمتى هتصمدوا. ولين يأمر الجميع هجوم بالكامل. اسونا وتونج والملكة يو يهاجموا بكل اللي عندهم من مهارات الهوية، ولكن شين مستمر في امتصاص كل شيء. والنظام يعلن جندي التيتان حصل على تعزيز الضوء ويضرب شين بهجمات متواصلة. وفي نفس الوقت طائر الفينيكس الناري يحرق الأرض وياخد تعزيز الضوء، والاتنين يندفعوا في هجوم مشترك. ولين يستغل اللحظة وديت فرصتنا خروجه من مدى الهجوم. شين يتفاجأ لأول مرة في اختراق، لكن فجأة يطلق كيان جديد فينوم جارد وتيتان يمسكه بقوة وتونج تثبته بإيدين جليدية ضخمة. لكن شين يضحك محاولاتكم ضعيفة، ده مش مجرد مجال مائي عادي، ده هو القانون لا يتكسر ولا يتجمد. والمعركة تبدأ تستنزف الجميع. شين يلاحظ إن طاقتهم بتخلص واحد واحد وتونج تتحول للشكل
التالت من التطور وتصرخ مش هنخسر وتطلق رمحها بكل قوتها، والنظام يعلن زيادة مستمرة في القوة بسبب مهارة الهوية. وشين يستهزئ قوة شبح عادي مش هتكسر القانون، لكن فجأة النظام يعلن قوة تونج زادت 50 مرة، وضربة واحدة بس تشك شين بسيفها ناري مرعب، وشين يتفاجأ ازاي كسرت الدفاع ويبدأ يعمل حواجز جديدة واحد ورا التاني، ولكن تونج تكسره كلهم بدون توقف. ولين يشوف اللحظة ديت ويؤمر بالهجوم الأخير، وفي لحظة واحدة الحاجز الكبير بيتحطم بالكامل، وشين يصرخ مش هموت هنا ويهرب بسرعة، وتونج يطرده فورا لكن فجأة يوصل لوسط المدينة الجنوبية والسماء تتحول للأحمر والناس تشوف مدينة أشباح فوق راسهم وتركض في فزع، وأحد صيادين الأشباح يصرخ في 5 مجالات شبحية تظهر فوق المدينة. وفي نفس الوقت شين يتكلم مع لين، سيبني أعيش وهحمي المدينة، ولين يرد بهدوء وين كان بيقول إنك كنت بتحمي الجنوب بس دلوقتي أنت مش إنسان. شين هو تسأله بقلق عن الناس اللي في المدينة لكن لين يرد بثقة، ما تقلقيش أنا عندي خطة. وفجأة علان يهز المكان اقلبوا نظركم للسماء ومدينة الأشباح تبدأ تطفو فوق المدينة مباشرة والناس كلها تبص لفوق في رعب. وهنا بنكون وصلنا لنهاية الحلقة، فما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب، تكتب لنا في الكومنتات متوقع ايه اللي يحصل في الحلقة الجاية، وسلام يا صديقي.